أنا فاكر زمان سنة يمكن 85 حاجة زي كده، من 21 سنة، لما كانت أم النور بتظهر في بابا دبلو في العذراء في شبرا. فقالوا لي إيه؟ قالوا لي العذراء بتظهر في الشمس. فأنا قلت لهم إيه بس الكلام الصغير ده، ما تستخفوش بعقلنا. أنا قلت كده، قلت للي قال لي ما تستخفش بعقلي، الله يخليك كلمني كلام يخش دماغي. احنا أم النور دي أم النور وبنحبها، ودي أم النور، بس ما تقوليش في الشمس. إيه الشمس دي؟ وبعدين أنا رحت، فكنت واقف في وقت الغروب، كانت 5 6 حاجة زي كده يعني، والدنيا بقى زحمة شديدة جدا، قدامي 2 محجبات، واحدة منهم اسمها خديجة. لا ما أنا مش، لا دي مش بهزر ولا حاجة. ليه بقى؟ لأنه إحنا واقفين بصينا ما لقينا قرص الشمس بقى ابتدت تغيب. فقرص الشمس ابتدت جت صورة العذراء أم النور ملت قرص الشمس كله بالكامل. مش صورة، لا حاجة حية، حاجة حية. يعني في فرق بين ان انا اشوف صورة ناطقة وان انا اشوف حاجة حية، يعني حية. فواضح ان حاجة حية مش صورة في الشمس. وبعدين ايه، جاب البروفيل كده، بعدين اتعدلت، يعني مش حية وبس، دي حية بتتحرك، حية وبتتحرك. فالاتنين اللي قدامي المحجبات دول، واحدة بتقول ما انا عرفت انها خديجة، قال لها يا بنتي يا خديجة انت شايفة اللي انا شايفاه؟ فقلت لها زي ما انت شايفة انا شايفة. طبعا اللحظات دي كانت لحظات انا طبعا منطبعة في كياني تماما، وعشان كده افتكرت يعني انا المنظر منطبع في ذاكرتي. وبعد كده رحت اعترفت عند اب اعترافي، قلت له انا عايز اعترف ان انا اول امبارح واحد قال لي العذراء بتظهر في الشمس، فانا قلت له ما تستخفش بعقلي، ما تكلمنيش الكلام ده. فانا رحت شفت بعينيا، واول امبارح قلت ما تستخفش بعقلي، وشفت العذراء بالبروفيل واتحركت حاجه حيه. طبعا المنظر ده منطبع في قلبي بتمام الانطباع. يعني اقول لكم العذراء دي شكلها ايه، يعني شكلها ايه بالظبط؟